رمضان كريم حبايب قلبي، ورجعنا وياكم فقرة الحلو. الحلو مالت اليوم بنات كلش حلو ويسرسع القلب وبارد. حلى البرتقال حبايب قلبي، صراحة أول مرة أجربه طلع كلش طيب، أنصحكم تجربوها. وهذه حلويات رمضان كلش طيبة وسهلة وسريعة وموادها متوفرة بكل بيت. هنا بنات ضفت 5 كواب من الماي، يعني طريقة المحلبي. 5 كواب من الماي، وكل كوب ماي أضيف له خاشوقتين حليب وخاشوقتين سكر وخاشوقة نشا. راح نسوي بنات اليوم بطعم البرتقال. بس هذا كملنا احنا خلط المحلبي، خلطناه على البارد. راح اضيف انا هنا النشا بنات. انا على جهة شنو اللي محضرته، برتقالاية واحدة بنات. اخذت البرش مالتها وبعدين عصرتها، البرتقالة عصرتها بهذه المعصارة مالت البرتقال. حصلت على البرش مالتها والعصير مالتها، وراح اعزز النكهة. راح اضيف لها شربت، يعني هو هذا اي شربت عندك، يعني اي عصير عندك متوفر مركز. راح نضيف من عنده خاشوقة حتى ان يصير الطعم مالتنا بالبرتقال. لين قلت لكم انا هنا ضفت برتقالة واحدة، فاريد اعزز النكهة. شوفوا هنا بنات، هذه عصرة برتقالة ما صفيتها كلش. وهنا بنات هذه الشربت، راح اخذ شربت او عصير عدتي بكيفك، تردين بطالة تردين من هذه الاكياس. خلطتهم بنات كلهم هنا بهذا الكوب القياسي. ضفت البرش والعصير مالت البرتقال والشربت اخذت منه خاشوقة. وراح اضيفن قليل هنا بنات. جاي اخلط، انا جاي ادخل عندي القوام. راح اخلط ويا بنات قليل من صبغ اللوزينة حتى راح احصل على اللون مال البرتقال، اللون الحلو. شوفوا بنات، وما قلكم على البرش مالت البرتقال. وبس غلى عندي صار ريحة المطبخ كلها عبالك شقلكم، يعني عصرة فد برتقال، يعني كمية كلش هواي. صارت النكهة عبت المطبخ بالبرتقال. قلت خلي اجرب هذه الوصفة اللي انا ما مجربتها بالبرتقال. وصفة بنات كلش حلوة. وهنا أنا بنات راح اصبها بهذه الكاسات، اي كاسات تحبوها. قلت القوام مالته بنات، واخذوا هذا القياس، قياس مضبوط وانتم حسب النكهات. هنا اليوم احنا ضفنا نكهة البرتقال، اي نكهة بنات انتو حابيها. ونسوي شوي تغيير بالفطور او تغيير بالحلو مالتنا. مثل ما قلت لكم بنات، من برد والله طلع طعمه يخبل ويجنن. ونكهة البرتقال بيه لا هي حلوة لا هي حامضة، يعني نكهة كلش حلوة. عباك جاي يشربين عصير برتقال طبيعي. خلي اصبه بالكاسات بنات، وراح ازينه بشرايح البرتقال. والتزيين حسب رغبتكم. وشوفوا اللون والقوام كلش حلو. شوفوا بنات الالوان مالت اللون البرتقالي، لون البرتقال ونكهة البرتقال كلش حلوة. ان شاء الله تجربوها، موادها سهلة وسريعة بالبيت. وراح تزينين المائدة مالتش، مائدة فطورج، يعني بهاي الأكواب الحلوة. ولهنا ينتهي الفيديو. مع ألف سلامة وسهمكم ألف عافية.